إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حوار العقل. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمرت للموحي الحكام. حوار العقل برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا ومرحبا دكتور محمد، في حلقتنا الماضية كنا قد توقفنا مع بعض الذين يحاولون إثارة الشبهات حول سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن في من رووا هذه الأحاديث عن رسول الله. وكنا في حلقتنا الماضية قد ناقشنا قضية عدالة بعض الصحابة وكيف أنهم اتهموهم بأنهم غير عدول. هنا أيضا هناك من الصحابة من كانوا من الأعراب، وهنا أثاروا هذه القضية من جديد وقالوا كيف يكون الأعرابي عدلا وقد نزلت في الأعراب آيات تبين أنهم لا يصلحوا لأن يكونوا عدولا، كقول الحق تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أو قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهي أيضا تتحدث عن الأعراب من بني تميم. قالوا هذه الآيات وردت في الأعراب، فكيف نقول إنهم عدول بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أخي الكريم، الوصول في منهج العقلاء ومنهج العلماء والمنهج العلمي إلى تصور صادق وحقيقي وعلمي لأي مسألة ينبغي أن نجمع كل النصوص الواردة في المسألة. هذه الآية تتحدث عن طبيعة الأعراب قبل أن يؤمنوا، قبل أن يسلموا. أما من أسلم منهم فالإيمان قد غيره وقد بدله. وهذه قاعدة عظيمة جدا القرآن يبينها. والإسلام يجب ما قبله. نعم، والتوبة أن الإنسان تجب ما حين يترك لهواه لعقله، حين يترك لنزواته لشهواته، تتأتى له الأوصاف السيئة: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لا يطغى، إلى آخره. حين يكون في الإيمان ويتحلى بالإيمان يصبح إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تتغير الصورة تماما. ويصبح من المحسنين والمتقين إلى آخره. فالأعراب أيضا قبل الإيمان وقبل الإسلام، ومن لم يتحلى منهم بالإيمان يصدق عليه هذا الوصف. لكن القرآن الكريم هو الذي قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول فألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إذن الإيمان غيرهم، الإيمان بدلهم، الإيمان جعلهم في هذه المنزلة الإيمانية العظيمة. فلا تنظر إلى الأعراب قبل الإيمان، لكن انظر إلى من آمن. ومن آمن من هو الصحابي الذي رأى النبي وآمن به ومات على هذا. وهذا يخرج من الأعراب الذين لم يؤمنوا والذين أشركوا والذين ظلوا على نفاقهم ليسوا من الصحابة. إنما الصحابي من رأى رسول الله ومن آمن به ومن مات على ذلك. وهذا يدخل ضمن من
شهد الله لهم وزكاهم وشهد لهم بالعدالة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من الأحاديث حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. نعم. وقد اتخذ بعض المشككين أيضا من هذا الحديث يقولون هذا حديث عن أعرابي. نعم. فكيف نقبل أن يكون هذا الأعرابي عدلا وقد بال في المسجد؟ لا تحاسب قبل أن تعلم. نعم. هذه مرحلة التوجيه والإرشاد التربية والتعليم كما أشرت. والتربية والتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ولكل من آمن. وفي مرحلة التربية الأعرابي استجاب أم لا؟ استجاب واهتدى. ولم نسمع في الحديث أنه تكرر هذا الفعل، ولم تكرر لا منه ولا من غيره. وإنما علم المسلمون إذن هذا هو الأمر. تأدب بأدب الإيمان الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحمد له. أنه حينما وجه استجاب وقال سمعا وطاعة واستجاب. نعم. فينبغي أن تحمل الأمور على أمورها. أيضا المسألة التي استشهدت بها في البداية قول الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أنها نزلت في بني تميم، نزلت قبل إسلامهم تأديبا لهم وتنبيها لهم ولغيرهم على الآداب الواجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن مرحلة التوجيه ومرحلة التربية ومرحلة التزكية ومرحلة الإرشاد والتكوين الأخلاقي والإيماني لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا يحتج بها على عدم عدالتهم، بل هم عدول لأنهم استجابوا وحدث لهم هذا التكوين الإيماني من الله سبحانه وتعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية هنا كما أشرتم من قبل أن الإسلام يؤدب بالأحداث. نعم. ويربي بالأحداث. نعم. فعندما كان يحدث خطأ كانت ينزل الحكم سواء في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد المخطئ وتبين له خطأه وتبين له عقوبة هذا الخطأ. نعم. وبخاصة أنه أقدم على هذا وهو يعلم أنه ليس بخطأ حسب الثقافة الجاهلية القديمة. نعم. يعني ما دخل عليه على أنه خطأ وأنه مخالف. نعم. لا، هو اتبع ما كان يتبعه في ثقافته البدوية وفي ثقافته التي تعلمها بين قومه. نعم. فجاء الإسلام وجاء النبي وجاء القرآن ليوجه وليصنعهم صناعة إيمانية جديدة واستجابوا ويحمد لهم هذا. وأنتم أشرتم إلى أنهم وإن كانوا من أعلى الناس قدرا إلا أنهم ليسوا معصومين، فهم ليسوا أنبياء. نعم. إذن فالخطأ وارد، وقد حدث الزنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت السرقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرقت المخزومية. نعم. وحدث. نعم. ونزلت الأحكام بناء على هذه الأحداث. نعم. ولو لم تحدث هذه الأحداث ما نزلت الأحكام وما عرفناه. فهذا تشريع وهذا نعم. إرشاد وهذا توجيه وهذه تزكية. نعم. وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله فيكم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمرت لروحها الحكام. حوار العقل، برنامج أعده وقدمه أحمد عبد الظاهر.